رح اقدم معكم طبق مكرونة بالبشاميل، ما شاء الله من اطيب الانواع اللي ممكن تجربوها. بطنجرة عندي مي عم تغلي، ضفت لها ملح ملعقة طعام، ورح ضيف 800 جرام من المعكرونة. هذا النوع من المعكرونة اسمه معكرونة فرن او المعكرونة للبشاميل. ضيفهم بالمي وبتركهم يستووا 3/4. صفيت المعكرونة على طبق خارجي واخذت كوب من مية سلق المعكرونة. البشاميل عندي هون ملعقتين طعام من الزبدة وملعقتين طعام من الزيت النباتي. ضيف عليهم 4 ملاعق طعام من الطحين. كل ملعقة طعام من الطحين بدها ملعقة طعام من الدهون. بحركهم كثير منيح لتطلع ريحة الطحين. بعدين بضيف لتر من الحليب وبحرك كتير منيح لتذوب التكتلات، وبضيف الحليب بالتدريج. هيك تختفي التكتلات كلها كتير منيح من الطحين. شايفين لما بتضيفوا الحليب بالتدريج ما بيصفى عنا تكتلات. هلا بضيف عندي ملح وفلفل ورشه من جوزة الطيب اختياري. بحرك كتير منيح. هلا عندي اي جبنه سائله او جبنه مثلث، رح ضيف 3 ملاعق او 3 حبات من جبن المثلث، تعطي مذاق طيب. بحرك كتير منيح لحتى يشتد قوامه، ما بشيل ايدي. هيك الخليط ابتدى يشتد معي. هلا عندي مية سلق المعكرونة، رح ضيف 3/4 الكوب، وبشوف حسب حاجتي. انا بدي القوام يكون لا سميك ولا خفيف، بدي اياه يكون شايفين ما شاء الله. هلا بتركهم يغلوا غليتين، بعدين بطفي عليه. بشيل 3/4 الكمية بخليهم بالطنجرة، وبشيل الربع بزبدية خارجية. شايفين شلت شوي على جنب والباقي بالطنجرة. هلا بضيف المعكرونة بقلب الطنجرة، بضيف وبحرك كتير منيح. شايفين هلا هون عندي كمية قليلة بسفل الجاط البايركس، رح ضيف فوقها كمية من البشاميل. هيك هلا بضيف طبقة اللحمة المفرومة منيح فوق المعكرونة بهذا الشكل. هلا بضيف شوية من البشاميل هيك فوق اللحمة، وبضيف طبقة المعكرونة الثانية. بوزع كتير منيح بشكل متناسق. الكمية اللي ضلت من المعكرونة فيكن تخففوها بشوي من الحليب وتسخنوها وتتقدم هيك بطبق كتير طيب. هلا بضيف طبقة من البشاميل فوق المعكرونة، بعدين بحط طبقة الجبنة على الوش. هاي صينية المعكرونة بالبشاميل صارت جاهزة. رشيت الموتزاريلا على الوش. انتو كمية الجبنة بتحطوا الكمية المناسبة إلكم. هلا بدخلها على فرن محمى مسبقا من تحت 10 دقايق، بعدين بشغل الشواية عليها. هيك أطيب صينية مكرونة بالبشاميل صارت جاهزة معنا ما شاء الله. شايفين تتقدم مع السلطة الخضراء